مشوارا لا داعي للدموع. هذه هي الدموع التي تدرك الآن من كثير من الجماهير المغربية. يجب أن تستبدل بابتسامات فرح برأس مرفوعة بعد أن قدم هذا المنتخب أداء بطوليا استحق من خلاله أن يصل إلى مباراة نصف نهائي، أن يكون أول منتخب إفريقي يصل إلى هذا الدور. حكيمي ومبابي في حديث ما بعد المعركة، في حديث بعد أن شهدنا آخر مباراة بين هذين الاثنين، بين الصديقين، بين الزميلين في فريق باريس سان جيرمان. كانت مواجهة خاصة بينهما انتهت بفوز مبابي الذي لم يسجل في هذه المباراة، إنجاز فريد في السنوات القليلة الماضية، حيث اعتدنا على خروج مبكر لحامل اللقب، على عكس ما يحدث الآن مع مبابي مع منتخب فرنسا، مع ديديه ديشون الذي يعادل رقم سكولاري في الفوز في 14 مباراة في كأس العالم، في إنجاز كبير على المستوى الشخصي مدرب المنتخب الفرنسي الذي يشترك الآن في هذا الحديث المبتسم مع مبابي نجم المنتخب الفرنسي، وأيضا مع حكيمي الذي قدم بطولة كبيرة، ونعرف جميعا أنه تحامل على نفسه إصابة كبيرة كان قد تعرض لها خلال هذه البطولة. النتيجة النهائية هي التأهل. هذا وكشفت صحيفة لو باريزيان أن المغربي أشرف حكيمي متورط في قضية اعتداء، حيث اتهمته فتاة باغتصابها داخل منزله قبل أيام بعد أن جردها من ملابسها واعتدى عليها، لكنها ركلته بقوة وهربت خارج المنزل. ووفقا لصحيفة ماركا فإن اللاعب نفى كل هذه الأخبار، وأكد للمقربين منه أن هذه القضية ملفقة وخاطئة تماما، كما أصدر محاميه الخاص بيانا قال فيه أن كل هذه الاتهامات باطلة. هذا وكشفت صحيفة لو باريزيان أن المغربي أشرف حكيمي متورط في قضية اعتداء، حيث اتهمته فتاة باغتصابها داخل منزله قبل أيام بعد أن جردها من ملابسها واعتدى عليها، لكنها ركلته بقوة وهربت خارج المنزل. ووفقا لصحيفة ماركا فإن اللاعب نفى كل هذه الأخبار، وأكد للمقربين منه أن هذه القضية ملفقة وخاطئة تماما، كما أصدر محاميه الخاص بيانا قال فيه أن كل هذه الاتهامات باطلة. السلام عليكم. إذا كنت لست حاسد اشترك في قناتي واضغط على زر الإعجاب لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم. إذا كنت لست حاسد اشترك في قناتي واضغط على زر الإعجاب لكي يصلك كل جديد.